من أفضل الأدعية التي تقرأ في زيارة الأربعين كما يقول بعض علماء الإعلام، وهو قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي علمه للإمام السجاد، وهو من أدعية السيدة فاطمة صلوات الله عليها، الذي كان يقرأه عند الحاجات وعند الغم وعند النازلة إذا نزلت، والأمر العظيم الفادح والمشاكل الكبيرة. أقرأ هذا الدعاء بالخصوص في هذه الأيام المباركة، ذكرى زيارة الأربعين التي هي من علامات المؤمن، سواء كنت أنت في بيتك أو عند مرقد الإمام الحسين عليه السلام أو عندما تسير إلى زيارة الإمام الحسين. أقرأ هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء بسيط جدا والمعروف عند الجميع، وهو أن تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرجا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير. صل على محمد وآل محمد، ثم بعد ذلك اسأل حاجتك، فإنها مقضية حتما وقطعا بإذن الله. وأرجو من بعض الأخوة والأخوات كتابة هذا الدعاء في التعليقات للفائدة. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.